النهاردة هنعمل مع بعض المايونيز الاقتصادي في البيت بدون بيض، للناس اللي ما بيحبوش البيض في الوصفات. قوام كريمي تحفة خطير. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا لنا كومنت حلو يحمسنا ويخلينا نكمل. يلا بينا على طول نسمي بسم الله. بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل المايونيز الاقتصادي بتاعنا اللي من غير بيض، محتاجين كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الحليب. الاساس الوصفه بتاعتنا زي ما انتم متعودين مني ان انا بقول لكم اساس الوصفه وانتم بتمشوا عليها، ان اللبن نص، الحليب طبعا نص الزيت. انا بقول اللبن يا جماعه عشان في ناس في بلد بره بتتلخبط ما بينهم. تمام، يبقى الحليب نص الزيت، يبقى كوبايه زيت عليها نص كوبايه حليب. وزي ما انت شايفه كده بصي مشبره معايا. هنزل الاول، وطبعا هستخدم الخلاط. هنزل بنص كوبايه الحليب المشبره اللي لسه طالعه من التلاجة، وعليها معلقه صغيره من كل اللي انا هقوله ده. نص معلقه صغيره من الملح بالشكل اللي انت شايفاه ده، وزيها نص معلقه صغيره من السكر، والمعلقه المعياريه الكبيره عصير ليمون، وطبعا زي ما انت شايفه مش ملياها، وزيها معلقه معياريه مش مليانه من الخل. هضرب الحليب مع المكونات اللي احنا حطيناها دي الاول لحد ما السكر والملح يدوب في اللبن. بعد ما ضربت الحليب كده في المكونات واتاكدت ان السكر والملح داب عندي، هجيب عندي كوبايه الزيت المشبره دي وهنزلها في شفشه او دورق ليه بوز زي كده عشان يسهل عليا ان انا انزله خط رفيع. وطبعا عشان الدوشه انا هضربه وبعد كده هرجع لكم. بصوا معايا يا جماعه كده، انا عايز اسمعكم صوت الخليط دلوقتي عامل ازاي. بصوا، سامعه؟ طيب، واتبقى معايا حوالي يعني ربع كوبايه كده يعني حلوين. تمام، فانا ما نزلتهمش كلهم، فهنزل اخر بس معلقه منهم، يعني كوبايه الزيت ممكن ما تاخدهاش كلها. بصوا حبايب قلبي، بصوا القوام الجميل التحفه اللي معانا ده. بصوا، بصوا الجمال. المايونيز وصل معايا للقوام الممتاز، واتبقى معايا ربع كوبايه من الزيت. يعني مش ضروري تاخدي الكوبايه كلها، انا بعبي الكوبايه وزي ما بيحتاج معايا. اتبقى معايا ربع كوبايه، يعني كده اجمالي الزيت كوبايه الا ربع على نص كوبايه الحليب. هنصبه مع بعض ونشوف قوامه. بصوا لي على قوام المايونيز الكريمي التحفه. بصوا حبايب قلبي، لو انا كنت كملت كمية الزيت كلها كان القوام عندي هيتقل، وبعد كده هدخله التلاجة هيتقل اكتر ويبقى عامل كتل، مش هيبقى انسيابي وتحفة معاكي كده. بص الجمال، بص القوام، ولسه هيدخل التلاجة وهيتقل اكتر من كده. فيعني لما تنزلي تخلي كوباية الزيت كوباية الا ربع، ده كده مقدار مظبوط جدا. جربيه على طريقتي وانتي مش هتندمي. ما تنسيناش لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.